السلام عليكم. الزمالك بيحقق المفاجأة وبيخرج بتعادل من المغرب في ماتش الثاني على التوالي اللي بيكشف فيه فشل الكرة المصرية. حلقة جديدة في ال 18. لو انت اول مرة تشوفني فاتمنى انك تدعمني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ورأيك اهم حاجة. تعالوا نخش في التفاصيل والتكتكس القليل اللي هيتقال النهارده عن ماتش الزمالك. الزمالك بقيادة كريستيان جروس في ماتش هزلي جدا ما حققش فيه كريستيان جروس غير النتيجة، ولكن الأداء فنيا دفاعيا صفر، هجوميا صفر. الزمالك النهارده ما عملش أي حاجة. طيب تعالوا نخش أكتر في الفنيات ونتعمق أكتر ونحسس نفسنا إن كان في شكل للزمالك النهارده. الزمالك بال4-2-3-1 ولكن بالشكل مختلف شويه عن اللي بنشوف عليه الزمالك الفتره الاخيره بقياده كريستيان جروس. يبدو ان كريستيان جروس واخد كوبر كقدوه في الماتش ده وحب ان هو يلعب بنفس الطريقه اللي هي ايه ال4-2-3-1 ولكن بشكل متاخر جدا. بالنظر للباكين الزمالك سواء حمدي النجاز او عبد الله جمعه كان لهم ادوار مختلفه النهارده عن الماتشات اللي فاتت، ان الاثنين ساقطين في قلب الملعب، وان الهفات الفعليه سواء ابراهيم حسن اللي اكتشفت ان بعد ربع ساعه من الماتش ان هو بيلعب معاه الناحيه الثانيه احمد سيد زيزو ان هما بينزلوا بيتحولوا كباكين، والاثنين الباكين الفعليين بيضموا للنص مع نزول الاثنين بتوع نص الملعب سواء محمود عبد العزيز او طارق حامد عشان يبقى شكل الزمالك 10 لعيبه تحت الكره، وحتى اللاعب ال11 هو اكنه مش موجود في الملعب، وخالد بوطيب اللي ما يتلمش عليه اي حاجه النهارده. اداء دفاعي للزمالك، اداء بيتظاهر بيه الزمالك الدفاع، ولكن في الحقيقه ان الزمالك كان مخترق فعليا، كان مخترق في المساحات اللي موجوده ما بين الباك والمدافع، كان مخترق في المساحات اللي كانت بتتلعب في الشوط الاول خلف عبد الله جمعه وفي الشوط الثاني خلف حمدي النجاز عشان يظهر الزمالك باداء باهر جدا وبشكل لا يستحق التعادل. غدير الفرقه اللي تستحق الاحترام اللي لعبت باداء مميز جدا، قدرت تجاري الزمالك وقدرت تخلي دفاع الزمالك او لعيبه الزمالك كلها تحت الكوره، ومع ذلك وصلوا بكوره واثنين وثلاثه، ولكن هم اللي ضيعوا فعليا الفوز من ايديهم بتألق جنش ومعاه العرضتين. لولا كده كنا شفنا الماتش خلص بسكور على الزمالك. ده كان شكل الزمالك النهارده بالفشل التام اللي ظهر عليه كريستيان جروس في كل خطوط الملعب سواء دفاعيا او هجوميا. المكسب الوحيد اللي طلع بيه الزمالك النهارده انه قدر يخرج بنتيجه ايجابيه هتريحه بعض الشيء في القاهره. طيب ده كان تعليق الماتش او ده كان التحليل الفنيات اللي مش موجوده تقريبا في الماتش. طيب نيجي على الجانب الثاني وهو الربط او التعليق ما بين ماتش الاهلي وماتش الزمالك. الاهلي اللي قابل صن داونز واللي شال 5 والزمالك اللي تعادل 0-0. لو بصينا في المجمل هنلاقي ان الفشل الحقيقي في الماتشين هو مش بسبب فشل كريستيان جروس مدرب الزمالك ولا فشل مارتن لاسارتي مدرب الاهلي، ولكن هو فشل للمنظومه الرياضيه في مصر بشكل عام، فشل لاتحاد الكره اللي مش متفرغ لمهامه، فشل للقرارات العشوائيه، فشل لعدم عوده الجماهير، فشل واخفاق للمنتخب اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. مش هيقدر يعتمد تماما على المحليين. لما يبقى عندك اقوى فرقتين في مصر وافريقيا بيدافعوا، بيروح الاهلي يدافع قدام صن داونز ويشيل بالخمسه، ويجي الزمالك يدافع ويتعادل مع الشفقه بمعنى الكلمه مع تفوق جنش والعرض. فكان الشكل للاهلي والزمالك سواء الاهلي مع صن داونز او الزمالك النهارده هو شكل اخفاق للكره المصريه، هي وسمه فشل للكره المصريه، هو مؤشر يقول لك ان الكره المصريه فعلا محتاجه لاعاده هيكله، واتمنى ان اعاده الهيكله دي ما تاخدش وقت طويل وما تاخدش فتره نقدر نخسر بيها تاريخنا اللي بنتشرف بيه. ده كان ماتش الزمالك اللي انا ما قلتش فيه حاجه، وتعليقي عن ربط ماتش الاهلي بماتش الزمالك والفشل الكروي اللي حاصل في الدوري المصري وفي الكره المصريه بشكل عام. واخيرا المجد كل المجد لجمهور النادي الاهلي وشهداء النادي الاهلي، المجد كل المجد لشهداء نادي الزمالك، كل الجميع.